مرحبا مرحبا، شنحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. كي ما تحبوش تقفوا برشا في الكوجينة وتحبوا تطيبوا حاجة فيصة فيصة للفطور ولا للعشاء، اليوم جبت لكم وصفة تحضر في رمشة عين. كان تحبوا تعرفوا الطريقة والتفاصيل الكل اقعدوا معايا حتى الاخر فيديو، وما تنساوش باش تحطوا لي جيم كومنتير وتبارتاجيو الفيديو. شريت الخبز البرجر حاضر، سينو تنجمو تعملوه في الدار، ولا كان تحبوا على الوصفة قولولي في لي كومونتير وخذيت كل وحدة وقسيتها على 2. خذيت بلاتو ورصفت الخبز كيما هكايا. خذيت كل وحدة ودهنتها بصوص باربيكيو، سينو كان ما تحبوش تنجمو تحطوا مايونيز ولا هريسة ولا أي حاجة تحبوا عليها انتوما. وفوق كل وحدة حطيت ترانش متاع جبن. خذيت كاسرونة حطيت فيها مغرفتين كبار زيت زيتونة وبصلة متوسطة، تنجمو تحطوا كعبتين صغار قصيتهم كيما هكايا، قرن فلفل وكعبتين طماطم قصيتهم زادا صغار، ونقليهم الكل مع بعضهم. بعد ما تقليو بالباهي باش نزيد عليهم نص مغرفة صغيرة ملح وفلفل أكحل وكركم وحبق شايح وكليل شايح ونخلطهم مع بعضهم. حطيت حكة صغيرة متاع شامبينيون فيها 100 غرام، تنجمو تعوضوه بالطن، وحطيت شوية ماء غطيتها وخليتها تطيب على نار متوسطة مدة 5 دقايق. وهذه بعد ما طابت في الاخر باش نزيدلها شوية جبن جغيير غابي وشوية زيتون اكحل واخضر ونخلطهم مع بعضهم، ومن بعديكا نطفي عليها. وتويكا باش نحط شوية مك الخليط هذاك اللي حضرته فوق الجبن كما قاعدين تشاهدوا في الفيديو. وحطيت من الفوق جبن موتزاريلا غابي، تنجمو تحطوا أي نوع جبن يكون متوفر عندكم في الدار. ونحط فوقهم الشطر الثاني متاع الخبز كما قاعدين تشاهدوا في الفيديو. ذوبت مغرفة كبيرة زبدة وحطيت شوية معدنوس قصيته ودهنتهم هكايا من الفوق، تجمو ليتاب هذيا ما تعملوهاش، ودخلتهم للفور مدة 5 دقايق على 180 درجة لين يذوب الجبن. هيا قولوا لي ايش رايكم، سهلة ولا مش سهلة؟ يحضروا في رمشة عين، ان شاء الله تجربوهم وتقولوا لي رايكم، ونتلقاو ان شاء الله في مزيد من الوصفات.